من بورسعيد، نتعرف بحضرتك في البدايه. اسمي عصام محمد المهدي، من سكان محافظه بورسعيد ومالك لسياره اجره. اولها ان السواق الوحيد اللي ما بيتمتعش بتامين صحي، واحنا اخذنا قطعه ارض من المحافظ السابق 1500 متر لبناء مستشفى عليها للسائقين ووزراء والقوى العامه. ممكن نعرف عنوانها فين؟ عنوانها في شارع 23 ديسمبر بجوار مرور بورسعيد. بجوار مرور بورسعيد. واحنا بنينا المستشفى دي 7 ادوار مجهزه تجهيز كامل، مباني. بجهود مين؟ بجهود الذاتيه. السائقين يعني. الذاتيه من اللي احنا بندفعها. قامت اللجنه المعينه، كان في لجنه معينه في النقابه معينه، كلمه معينه يعني مش من حقها ان هي تتصرف فيها بتاجير المستشفى بعقد لمده 25 سنه. في ظلم جامد جدا للسواقين، لان المستشفى اتحولت لمستشفى استثماري مع خصم 15% من قيمه العلاج. طبعا هم بيضحكوا على الناس ويقول لك اصل دي تبع المؤسسه العلاجيه، السواق هيتعالج بالمؤسسه العلاجيه. طب العقد مكتوب فيه ازاي انا هتعالج بالمؤسسه العلاجيه اذا كان انا هدفع، مكتوب في العقد ان انا هدفع ثمن العلاج حسب اصل الفاتوره. يعني انا يبقى 15% دولت اجره الجراح، جايين من اجره الجراح، يبقى انا كده مش هستفيد بالخصم. ولو انا هعمل حاجه في المستشفى بتاعتي ب 1000 جنيه اروح اعملها في مستشفى الحكومه ب 100 جنيه، يبقى انا مش هقرب جنب المستشفى بتاعتي خالص واعتبرها راحت مني. طبعا في ظلم للمستفيد في العقد. حضرتك قلت ان هي تم تاجيرها من كام سنه؟ اتأجرت لشركه مساهمه وطنيه باسم الدكتور وائل المندوب اللي هو بتاعها، وباسم احمد فوزي ابو الطاهر اللي هو رئيس النقابه بتاعنا. اجروها في عقد 25 سنه، وده في ظلم للسواق. مع العلم ان الاستاذ جورج اسحاق حضر لقاء لينا مع رئيس الاتحاد العام اللي هو الجبالي، محمد جبالي، اللي هو بيمثل النقابه بتاعتنا، وقال له احنا عندنا استعداد ان رجال الاعمال في بورسعيد يتبرعوا، وهو اتكلم معاهم الاستاذ جورج اسحاق يتبرعوا لاقامه المستشفى بالكامل للسواقين وابناء البلد. ما حصلش حاجه في الكلام ده؟ ما حصلش حاجه في الكلام ده. هو رفض، لان طبعا في بنود من تحت الترابيزه بتضر بينا، وفي مصالح خاصه طبعا بتتم في الموضوع ده. فاحنا كل اللي طالبينه دلوقتي ان المستشفى بتاعتنا ترجع لنا تاني، واحنا دلوقتي بنجمع توقعات من السواقين زمايلنا، وبنعمل حاجه اسمها تفويض، هيفوضونا ان شاء الله عشان نرفع عليها قضيه، وهنبعت فاكسات للسيد محلب رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، هنبعت له استجازات ان هو لازم يلحق المستشفى بتاعتنا لان دي بتاعتنا. طبعا هي المستشفى هتبقى موجوده وكانها مش موجوده، بدليل ان النقابه لما بتوعدك بحاجه ما بتنفذش وعدها. دليل ان هو مثلا لما يكون واحد عامل عمليه بتتكلم 1000 جنيه، انت كل اللي ليك عنده يقول لك الحد الادنى عندي او الحد الاقصى 50 جنيه، ودي لائحه، ما هو مالوش اكتر من 50 جنيه او 100 جنيه بالكثير. تيجي تكلمه يقول لك دي اللائحه اللي عندي. طبعا المستشفى لما تتعمل هتبقى دي لائحه. احنا دلوقتي في لنا زمايل لما بيحصل له اي حاجه، طبعا في ناس معانا هنا في الخط موجودين بدون ذكر اسماء، اللي عامل عمليه واللي محجوز حاليا حتى في المستشفى، فاحنا بنجمع لهم مننا احنا فينا وبنحاول نساعدهم على قد امكانياتنا. طبعا النقابه مالهاش دور في الموضوع ده، لان احنا هنروح نعطل نفسنا علشان النقابه تديله 100 جنيه، فاحنا بنراقص منه. احنا 100 جنيه ده يعني هيعمل بها ايه؟ فاحنا دلوقتي بنستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ان هم ينقذوا مستشفى بورسعيد ومستشفى السويس اللي هم اللي هتضيع منهم. العقود اللي هم عاملينها دي فيها ظلم جامد جدا للسواقين. العقد اللي احنا شفناه دوت بقاله قد ايه؟ العقد دون بقاله 3 سنين ولسه المستشفى بينص على ايه بقى العقد ده؟ بينص على ان السواق ليه خصم 15% من العلاج في المستشفى. من العلاج. طبعا هي مستشفى استثماري. يعني لو اللي هتتعالج بره مثلا ب 100 جنيه يبقى في المستشفى بتاعتنا ب 1000 جنيه. ف 15% مش هيفرق. طبعا المستشفى 15% دولت من اجره الجراح مش من اجره العلاج. لان العلاج هيحاسبك عليه باصل الفاتوره. يعني العلاج نفسه، يعني الدكتور اللي هيخش غرفه العمليات الجوانت اللي هيلبسه انت هتحاسب عليه، ابره البنك الكالونه نفسها اللي هتتحط كده دي على حسابك. طب ال 15% او العلاج اللي بيقولوا عليه ده انا جاي منين؟ ده في اجره الجراح بس، مش في اي حاجه. فبمؤسسه علاجيه اللي بتكلم عليها، اذا كانت في مؤسسه علاجيه يبقى انا بدفع جزء من الفلوس فبيشمل كل العلاج، ده المفروض. لكن طبعا في بنود في العقد يقول لك ايه، طب احنا هنعالج حالات مجانيا كلما كان متاح. طب ما هو مش متاح. واخده بال حضرتك؟ وبعدين احنا كانت طلباتنا حاجه واحده. يعني حضرتك شايف ال 15% دولت ولا كان ليهم اي لازمه؟ ولا 50% حتى لهم لازمه. تمام. ولا 50% لهم لازمه. المستشفى بتاعتي، ارض بتاعتي ومباني بتاعتي، على اي اساس تاخدها مني؟
تمام. سيبها لي وانا اكملها. هو انت طلبت مني ان انا اكملها وانا ما كملتهاش؟ افتح تبرعات، زود على السواق، خلي السواق يدفع 100 جنيه كل سنه. ايه المشكله؟ ونبدا واحده واحده. ده غير ان في رجال اعمال عندهم استعداد للكلام دون، زي ما قلت لحضرتك استاذ جورج اسحاق كان متبرع بالكلام دون، وفي رجال اعمال في بورسعيد كتيره جدا عايزه تتبرع في الموضوع ده. شكرا جدا جدا لحضرتك. تحت امر حضرتك. في البدايه انا محمد المهدي، عضو نقابه السواقين في بورسعيد. وحضرتك انا بتكلم بالنسبه لمشكله المستشفى. مشكله المستشفى مشكله كبيره، لان احنا السواقين دي بنت المستشفى دي بوجودها وجهود الذاتيه، واحنا معانا ورق وكرنيهات بتثبت ان احنا دفعنا في المستشفى دي فلوس. فحضرتك المستشفى دي دلوقتي اللي اخذها دكتور اخذها بورق، حتى هم مش عايزين يدفعوا لي انا كعضو في النقابه. هل حضرتك معين ولا منتخب؟ لا احنا حضرتك معينين، كلنا معينين. اللجنه الموجوده دي لجنه معينه ما بتمثلش السواقين. ما فيش واحد فينا بيمثل السواقين، وما ينفعش قرار مصيري يتاخد ببيع المستشفى او بتاجيرها بالشروط الجزافيه اللي موجوده دي. الا لو كنا موجودين بنمثل السواق، واللي بيمثل السواق الحاجه الوحيده اللي بتمثل السواق الا لما اكون منتخب. انا مش منتخب، انا معين ومش عاجبني الوضع. معين من النقابه؟ معين عن خط السلام. هم معين من النقابه يعني؟ معين من قبل النقابه، هم مختاريني، انما انا زمايلي ما رشحونيش. فبالتالي ما ينفعش ان انا اخد قرار مصيري في مستشفى كبيره زي دي مكلفه ملايين واحنا دافعين فلوسها من معانا. وبعدين النهارده حضرتك اللي بيمثلنا رحنا له مره واثنين وثلاثه، استاذ جبالي محمد جبالي اللي هو نقيب على مستوى الجمهوريه كلها، نقيب العمال. الراجل ده ما بيمثلناش، لان الراجل ده لما رحنا له وقعدنا معاه مره واثنين وثلاثه قال لك انتوا لكم حقوق وهنجيبها لكم، وكل مره بنمشي ولا كأن اي حاجه حصلت. فاحنا كل اللي طالبينه مننا ان هو يقعد معانا كأب رحيم، يعرفنا لو المستشفى دي اتباعت ليه؟ ولما هي اتباعت فين حقوقنا؟ ولما هي اتباعت لمين بالظبط؟ اتباعت لدكتور اخذها بشروط جزافيه ازاي؟ يعني هو عايز يعالجني بنسبه 15%. انا عايز اطبق القرار بتاع مستشفى طنطا بتاع السواقين بنسبه 40%. انا عايز اقعد معاه، ايه الصالح العام للسواق؟ وتعمل. احنا دلوقتي الدوله خلاص دلوقتي ماشيه متقدمه مش متاخره، علشان دلوقتي يتخذ قرار يبيع كل جهودنا وكل فلوسنا اللي احنا في المستشفى. ما ينفعش. احنا عايزين نقعد مع ناس كبيره تفهمنا، احنا بنتكلم لا في السياسه ولا في اي حاجه، احنا عايزين حقوقنا بس، مش عايزين اكتر من حقوقنا. فاحنا عايزين نقعد مع حد يفهمنا المستشفى دي اتباعت ليه؟ ولما هي اتباعت خدت منها فلوس ليه؟ ولما انت هتبيعها فين فلوسنا وفين حقوقنا؟ هي كلها مبنيه بالجهود الذاتيه للسواقين؟ مبنيه. اللي حضرتك المحافظ عطينا قطعه ارض بالجهود الذاتيه عشان نعملها. كل واحد فينا كان بيروح عشان يجدد بياخدوا منه 10 جنيه، واحنا بسم الله ما شاء الله نعدي ال 50,000 سواق. ده حاجه المبنى. اضافه على كده في صندوق اسمه صندوق الزماله، ده انضاف على المستشفى. فاحنا كل اللي طالبين ان احنا نقعد مع حد ويفهمنا المستشفى دي اتباعت ليه؟ ولما هي اتباعت فين حقوقنا؟ هل شايف ال 15% ديت ما بتعودش بالنفع للسواقين؟ ال 15% دي ما تنفعش للسواق، لان في مستشفيات حضرتك احنا عايزين نمثل التطبيق فيها زي مستشفى طنطا بتتعالج بنسبه 40%. وبعدين نسبه ب 15% لما انا هعمل عمليه ب 1000 جنيه وياخدوا مني 850 جنيه، حضرتك ما انا اعملها بره. انا اعملها بره، يعني انت هتاخد مني 1000 العمليه ب 1000 جنيه وانت هتاخد مني 850 جنيه، طب انا اعمل العمليه بره. فحضرتك هم السواقين الناس يعني على قد حالهم، كل واحد فيهم شغله اكل يومه وشرب يومه، فمش عايز مش فاضي ان هو يقف يتكلم. انا كل اللي طالبه من الاب الرحيم الاستاذ جبالي محمد جبالي يقعد معانا ويفهمنا. كل مره نروح له يقول لك جبالي محمد جبالي ده بيمثل نقيب العمال على مستوى الجمهوريه. وانا بقول له حضرتك لو انت رئيس النقابه العامه لعمال نقابات عمال مصر، مش نقابه السواقين بس. رحنا له مره واثنين وثلاثه حضرتك، وكان معانا الاستاذ جورج اسحاق. انا بستشهد بالاستاذ جورج اسحاق انه جه معانا وقال له لا ده الكلام ده ما ينفعش، وانا هتبرع من معايا 5 مليون جنيه لمستشفى بورسعيد وترجع للسواقين. والكلام ده كله حضرتك ساعه ما فيش اي حد يتعامل بيه. فاحنا بنطالبه كأب رحيم لينا، بدل ما تتهمنا وتقول دولي ناس معاشات وناس اشتراكين سواقين. ما انا ما اعرفش، ما فيش حد في السواقين يعرف يعني ايه اشتراكين سواقين. احنا طلعنا قبل كذا مره في النت ورحنا له كذا مره، فتقعد معانا وتفهمنا يعني ايه حضرتك. انت ابونا، اقعد معانا وفهمنا انت بتعمل لمصلحتنا، ادينا العقد والبند واحد بيقول كذا بند اثنين بيقول كذا. احنا طالبين اي محامي يقعد معانا ويفهمنا. لما المستشفى دلوقتي اتباعت يعني المناشده المستشفى اتباعت ليه؟ انا بناشد الاستاذ جبالي محمد جبالي بصفته راجل رئيس نقابات عمال مصر ان هو يقعد معانا. احنا قعدنا معاه مره واثنين وثلاثه، وبستشهد كمان مره بالاستاذ جورج اسحاق يجي قعد معانا في مره من المرات وقال له لا ما ينفعش الوضع ده، وانا هتبرع ب 5 مليون جنيه للمستشفى. فحضرتك الناس دي كلها طالعه على باب الله، كل واحد فيهم كان حاطط امل في المستشفى ان هو يعرف فيها عياله يعرف فيها ابنائه. فاحنا مش طالبين حاجه اكتر من حقنا. احنا لنا شروط قويه، ولا احنا عايزين نزود حاجه، ولا احنا عايزين حاجه لنفسنا. احنا عايزين الحق، مش عايزين اكتر من كده. المحافظ ادانا قطعه ارض وخصصها لنا علشان نعملها، وطلعت بالجهود الذاتيه وكنا فرحانين. فجاه اجى كده لا مؤاخذه زي نسر او حاجه. بس عايزين ناكد حضرتك عضو في النقابه. انا عضو، عايز حضرتك كارنيه، انا عضو، هو عارف ان انا عضو. انا اسمي محمد المهدي وانا عضو نقابه السواقين. انا وواحد اسمه عاطف محمد اشرف وواحد اسمه ابو طارق معانا برضه بيمثل النقل. احنا بتاع 4 أو 5 سواقين اللي احنا رافضين الوضع ده.
بقيه السواقين اللي قابلين الوضع احنا ما نعرفش هم قابلين ليه. الناس دي يعني لو بيعملوا لمصلحه السواق يقعدوا مع السواق ويفهموه. لغايه النهارده رئيس النقابه رافض ان هو يدي لاي عضو من الاعضاء عقد. انا عايز الصوره ده تكلفه ربع جنيه، رافض. طب انت رافض ليه؟ انت بتقول انت تعمل حاجه لمصلحه السواقين، المفروض ان انت تعلن عنها ولا تبقى في خفاء. فاحنا مش عايزين دول يخففوش الصوان زي ما بيقولوا. احنا كل اللي طالبينه الناس تقعد معانا وتفهمنا. بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يقف معانا كفهم مهمشه، ان هو يقف معانا ويجيب لنا حقوق. لو احنا مالناش حقوق الناس تقعد معانا وكلنا مالكوش حقوق. لو لينا حقوق يقفوا معانا ويجيبوها لنا. انا كل اللي طالبه ان المستشفى بتاعتنا تتعامل زي مستشفى طنطا اللي بتتعامل ب 40%. انا بقول لحضرتك العقد مكتوب فيه بنسبه 15%. 15% دي انا اعمل عمليه في اي مكان ب 1000 جنيه. ايه اللي يخليني اعملها في بيتي ب 850 جنيه؟ انت وفرت لي اياها كابن من ابنائك. فيعني العمليه ما حضرتك العقل بيقول ان لازم حد يقف معانا. سافرنا مره واثنين وثلاثه وعطلنا نفسنا مره واثنين وثلاثه. كل سواق بيسافر معانا ما بيتلاقاش في بيته اللومه اللي هيعملها، يقول لا لله. فاحنا عايزين نعرف اعضاء النقابه موافقه على الوضع ده ازاي؟ ما بيقابلناش كمان، ما بيقابلناش. اول مرتين ثلاثه قابلنا وكان معانا الاستاذ اسحاق، بعد كده ما قابلناش. اتكلم على ان العقد اقول لك الكلمتين دول ولا اذا كان رحنا قبل كده في اماكن معينه ورحنا عملنا محضر في الاموال العامه، ورحنا عملنا محضر في اسم المناخ، وعملنا محاضر كتيره علشان النقابه. ولا حياه لمن تنادي، مفيش حد. لان طبعا فوزي اللي ماسك النقابه دلوقتي كان عضو من اعضاء الحزب الوطني. انا ما بتهمش حد، انا ما بتهمش اي حد في اي حاجه. هو اللي ماسك النقابه ده كان عضو من اعضاء الحزب الوطني؟ ايوه كان امين الحزب الوطني بورسعيد من الناس اللي عملنا شغل بورسعيد. بعد حضرتك انا ما بتهمش حد، يعني كل اللي عايز كان ماسك لجنه الشباب في حزب الظهور؟ كان ماسك لجنه الشباب في الظهور. تمام. ودي صوره العقد. اي محامي صغير يشوف صوره العقد دي يقول لك دي اهدار مال عام وفساد والتربح. يعني احنا معانا قضيه اهدار مال عام والتربح. فاحنا بنطلب المسؤولين ان هم يشوفوا. هل حضراتكم كلكم متفقين على نفس الكلام؟ متفقين كلنا على نفس الكلام، كلنا متفقين على نفس الكلام. وديت نقابه معينه، النقابه المعينه ما تاخدش قرارات مصيريه بالنسبه للسواقين. ما حضرتك كمان العقد دوت كل ما نيجي نقدمه لحد يقول لك ده مش الاصل، ما انتوا جايبينه، ما انتوا جايبينه. هم لو هم عندهم شفافيه وهم عملوا بخير للسواقين يجيبوا صوره العقد ويقولوا لنا اهو احنا عملنا لكم خير، انتوا مانعين العقد ليه؟ ده كان ليها هو بتاع مانعين العقد ليه؟ النقابه القديمه برضه، انا عضو في النقابه القديمه، وده الكارنيه بتاع المستشفى اللي بيقول هم مانعين العقد عن السواقين ليه؟ ليه ايه السبب؟ جدا لحضرتك. طالما انتوا عملتوا خير للسواقين وريني الخير بتاعي اشوفه عشان ادعي لكم. هم مش عايزين يوروني، يبقى ده قضيه اهدار مال عام. تعرف بحضرتك الاول. انا اسمي يحيى محمود عبد الباقي، مؤسس ورئيس نقابه السائقين المستقله ببورسعيد. اسسنا النقابه دي يعني كلنا سواقين نقل. انا اساسا سواق نقل. فزمايلنا برضه اللي هم بتوع الميكروباص بعد زياده السعر بتاع الجاز السواق يسرق، ما ينفعش. انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا لينا مبنى كبير جدا قوي في بورسعيد متكلف اكتر من 7-8 مليون جنيه. مين اللي مسؤول عنه؟ فين؟ مفيش حق. النقابه القديمه هي اللي متعاقده وعامله الكلام مع المستشفى دي. السواق بيجيله جلطه او بيترمى او بيعمل حادثه خلاص فينيتو، محدش بيسأل. هل النقابه ما بتراعيش السواقين؟ ما بتراعيش اي حد. انا واحد من الناس طلعت معاه قال النقابه عشتني يعني ما ادتنيش حاجه تامينات، رغم ان انا كنت موظف في شركه النصر الملاحات وكنت موظف وعلى كادر والكلام ده، وكسواق طالع حر. يعني انا راجل طالع اعمال حر. واخد ايه؟ 450 جنيه، دول يعيشوا مين؟ يعيشوا اسره؟ خلينا نتكلم بالمنطق والعقل. هل ال 450 جنيه دول يعيشوا اسره؟ ما يعيشوش اسره، لازم ان احنا نطلع نجاهد برضه ونشتغل ونعرق ونجيب علشان نزود الدخل بتاعنا. فاحنا عايزين كادر محترم. احنا كنا زمان السواقين زمان كان بيتقال عليها باشمهندس. السواق كان زمان كان فيه، احنا حتى في المدارس كنا زمان كانت الدوله بتسال علينا، ما عادش فيه اي حاجه، ما عادش فيه طبعا.